تاني وزير لقوه بين الحياة وبين الموت. تالت وزير بقى اللي جاب الزبالة كلها لقوه ميت واتحلل كمان. كان زمان في ملك. الملك ده كان عنده قصر وكان عنده حشم وخدم ووزراء وجاه كبير. المهم جه في يوم من الأيام الملك عايز يختبر 3 وزراء عنده، فطلب بإحضاره. جم ال3 وزراء قال لهم أنا طالب منكم طلب. قالوا له طبعا أمرك مطاع. فطبعا قال لهم أنا عايزكم تجيبوا لي فاكهة من جنينة القصر بتاعي. المهم طلب من الخدم إن يدوا لكل وزير فيهم كيس كبير يجمعوا فيه الفاكهة. المهم طبعا الوزراء استغربوا من طلب الملك. المهم نزلوا على الجنينة. أول وزير قال أنا لازم أجيب أجمل فاكهة للملك. وطبعا ليه قعد يدور وينزل ويحط ويشيل أجمل فاكهة للملك. جه تاني وزير قال ياه أنا لسه بقى هنقي السليمة من البايظة، لا أنا هجمع كله في الكيس وخلاص، وكده كده الخدم بتوعه هيبقوا يفرزوا الحلو من الوحش. جه تالت وزير بقى بينه وبين نفسه قال كده كده عنده خدم، هو مش مستني الفاكهة إن أنا هجيبها له. جم تاني يوم راحوا للملك قالوا له إحنا جمعنا الفاكهة اللي حضرتك عايزها. المهم طلب الحراس إنهم يسجنوا الوزراء كل واحد فيهم 3 شهور بالكيس الفاكهة اللي معاه. وجم بعد 3 شهور بيفتحوا الزنازين لقوا أول وزير اللي جاب الفاكهة النظيفة طبعا السليمة عايش وصحته تمام ومبتسم. تاني وزير لقوه بين الحياة وبين الموت. تالت وزير بقى اللي جاب الزبالة كلها لقوه ميت واتحلل كمان. الحكمة هنا الملك هو ملك الملوك ربنا سبحانه وتعالى، والزنزانة هي القبر، والفاكهة اللي انت جمعتها هي أعمالك. لو أعمالك صالحة لله سبحانه وتعالى قبرك هينور بيك، ولو أعمالك نص نص تبقى محتاج اللي يدعي لك ويتصدق عليك. ولو مفيش أعمال خالص يا حسرتاه اعمل لآخرتك. تحياتي يحيى شاهين.